مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل تشيلي اللحم المكسيكي. تعالوا نشوف المقادير. دول حوالي نص كيلو لحمة مفرومة، وحوالي 350 جرام فاصوليا حمراء ناشفة. هي عبارة عن علبة 545 مليلتر. أنا صفيتها وشطفتها بمية سخنة. وزنها بعد ما شطفتها وصفيتها 350 جرام. 400 جرام طماطم مسبكة أو اللي هي كراشت توميتو أو طماطم عادية متسبكة. بصلة كبيرة متقطعة صغير. قرن فلفل شطة اللي هو الفلفل الأحمر، ممكن بداله الشطة الحمراء الناشفة العادية، هتبقى معلقة صغيرة. فلفل أحمر طازة اللي هو السويت متقطع مكعبات صغيرة. دول تقريبا 150 جرام. ربع كوباية زيت، أي نوع من أنواع الزيت، ده زيت الكانولا، ممكن زيت زيتون أو زيت ذرة أو أي نوع تاني. ملح حسب الرغبة. بقدونس هرشه في الآخر. فصين توم مدقوقين ناعم. حوالي كوباية وربع مية. وبالنسبة للتوابل، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة ريحان، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة نسكافيه اللي هي القهوة، بس ما ينفعش القهوة التركي العادية، لازم نسكافيه عشان دي هتدينا لون في الاخر وطعم. معلقة صغيرة بابريكا. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. هبتدي الاول اجهز اللحمة اسويها. هحط الزيت وعلى نار عالية اضيف البصل وطبعا اشوحه خفيف كده مش قوي، وبعد كده احط الثوم. احط على البصل شوية ملح صغيرين. هو كده كفاية على البصل. احط الثوم اشوحه حاجة بسيطة كده، واحط الفلفل واحمره لمدة دقيقة، وبعد كده احط اللحمة. اخلي بالي عشان ما تكلكعش. ممكن في الوقت ده اهدي النار شوية بعدين اعليها. اول ما تبتدي تفرفر كده اعلي النار واحاول اشوحها لحد ما لونها يتغير، تتحمر حاجة بسيطة. اللحمة المفرومة اللي انا بستخدمها تبقى اكسترا لين، يعني ما فيهاش دهن. هي كده تقريبا اللحمة اتشوحت. هحط الفلفل الرومي والتوابل كلها ومعلقة صغيرة ملح دلوقتي. بعد كده ادوق ملحها واشوف. هقلبها شوية على نار عالية لحد ما الفلفل ده يدبل حاجة بسيطة. هي كده كفاية. ابعدها من على النار وابتدي اجهز الحلة اللي هسوي فيها. هحط فيها المية كوباية وربع، والصلصة كلها، واللحمة. استنى الاول تغلي وبعد كده ادوق الملح، لو محتاجة ملح ازود، وفي نفس الوقت لو عايزاها سبايسي اكتر ممكن ازود شوية شطة، حاجة بسيطة. هي كده غليت وملحها حلو. هبتدي احط الفاصوليا. بس اول ما احط الفاصوليا هقلبها تقليبة واحدة بس، ما اقلبهاش كتير عشان قشر الفاصوليا ما يفصلش عن الفاصوليا نفسها. اول ما تغلي اهدي النار خالص على اقل درجة حرارة واغطيها واحط تحتيها شبكة واسيبها لمدة ساعة لحد ما تتخن كده. لو انا عايزاها خفيفة شوية ممكن ازود شوية مية. التشيلي استوى وخد تقريبا ساعة ونص على النار هادية قوي. هو الحقيقة كل مكوناته مستوية، بس لازم يتسبك مع بعضه كله ياخد طعم واحد، طعم اللحمة وطعم الفاصوليا والفلفل يستوي، يبقى كله متجانس، وفي نفس الوقت يتقل شوية. في نص الوقت وهو بيستوي زودت له حوالي ربع كوباية مية. احنا ممكن ما نزودش، يعني ممكن اسيبه اتخن من كده. هرش عليه شوية بقدونس في الاخر ويتقدم بالشكل ده، ممكن مع رز او بالعيش بس. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.